في هذا الفيديو فيورنتينا يبحث عن بديل لأمير ريتشاردسون. إبراهيم يواجه الحداد في كأس إسبانيا. أكرد وسوسيداد في مواجهة صعبة في ربع نهائي كأس إسبانيا. كأس إسبانيا، أبرداني وبخوشة يصطدمان بالأتليتيكو. يميق يغيب عن مواجهة بونو. النصير وجد مفتاح أهدافه وأرقامه القياسية. أوناحي يحدث رجة على مواقع التواصل الاجتماعي. باريس تتنفس الصعداء بعودة حكيمي. مزراوي يحذر من قوة حمزة إكمان. إبراهيم موباي يوقع عقده الاحترافي الأول مع باريس سان جيرمان. الكعبي يصنع التاريخ كلما سجل. جماهير ليستر تهاجم فان نيستلروي بسبب الخنوس. إكمان يقدم البرهان وينثر سحره مع رينجرز الإسكتلندي. الحسين عموتة: لن نذهب إلى دبي للسياحة. كوينز: يريد شاعر لموسم إضافي. فيورنتينا يبحث عن بديل لأمير ريتشاردسون. تحاول إدارة فيورنتينا إقناع لاعب وسط الفريق أمير ريتشاردسون بعدم التفكير في مغادرة الفريق حالياً. وتؤكد كورير ديلو سبورت أن إدارة الفيولا تقوم بالموازاة مع ذلك بتقييم الوضع وتحديد اللاعب الذي يمكنه أن يكون بديلاً للدولي المغربي في حال أصر على الرحيل. ويشعر أمير بأنه لا يحظى بالتقدير المناسب في فيورنتينا لأنه لا يلعب ما يكفي من دقائق اللعب، ويرغب في الانضمام لفريق آخر يمنحه فرص اللعب أكثر. لذلك يناقش مع إدارة فريقه إمكانية الرحيل في شهر يناير الحالي. وكانت إدارة فيورنتينا قد أكدت في الأيام القليلة الماضية أنها لا تعرض رحيل الدولي المغربي، لكن شرط أن يحصل النادي على الأقل على مبلغ 9.5 مليون أورو الذي دفعه لشراء عقده. إبراهيم يواجه الحداد في كأس إسبانيا. أوقعت قرعة كأس ملك إسبانيا في دور ربع النهائي ريال مدريد بأسده المغربي إبراهيم دياز في مواجهة نادي ليغانيس الذي يضم بين صفوفه الدولي المغربي منير الحدادي. وكان ريال مدريد قد تجاوز في دور الثمن من ذات المنافسة نادي سيلتا فيغو بخماسية مقابل هدفين، وهي المباراة التي لعبها إبراهيم وقدم فيها مردودا كبيرا توجه بتمريرة حاسمة للهدف الثاني الذي سجله فينيسيوس. بينما تأهل ليغانيس والحداد لدور الربع من ذات المنافسة على حساب نادي ألميريا المنتمي لبطولة لا ليغا الثانية ب2-3 وخالها الحداد كرسمي. أكرد وسوسيداد في مواجهة صعبة في ربع نهائي كأس إسبانيا. سيواجه ريال سوسيداد بمدافعه الدولي المغربي نايف أكرد في دور ربع النهائي كأس ملك إسبانيا. منافسا صعبا هو نادي أوساسونا. وتأهل سوسيداد إلى الدور المذكور بعد إقصائه منافسه رايو فايكانو العنيد ب3-1 في مباراة الثمن من المنافسة الإسبانية. وشهدت المباراة تواجد الأسد أكرد في تشكيلة فريقه الرسمية، حيث خاضها دون استبدال، متحصلا على تنقيط جيد 7 نقطة. بينما خلق أوساسونا المفاجأة بإقصائه مضيفة أتليتيك بلباو ب2-3. كأس إسبانيا، أبرداني وبخوشة يصطدمان بالأتليتيكو. أسقطت قرعة دور ربع النهائي كأس ملك إسبانيا نادي خيطافي بلاعبيه المغربيين أبرداني وبخوشة في مواجهة صعبة جدا أمام أتليتيكو مدريد الوصيف الحالي لريال مدريد متصدر بطولة لا ليغا. وكان خيطافي قد نال بطاقة التأهل لدور الربع من منافسات كأس إسبانيا على حساب فريق بونتيفيدرا الذي يلعب ببطولة لا ليغا الثانية، حيث فاز عليه بهدفين دون رد في مباراة شهدت طرد لاعبين من خيطافي والتي لم يخضها لا أبرداني ولا بخوشة. هذا الأخير كان قد خلق جدلا مثيرا في مباراة برشلونة التي لعبها لأول مرة وانتهت بالتعادل هدف في كل مرمى. يميق يغيب عن مواجهة بونو. وأصيب الدولي المغربي بشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة القادسية يوم الجمعة الماضي والتي انتهت بخسارة فريقه 0-3 ضمن منافسات الدورة 15. لن يكون بمقدور جواد يميق أن يواجه حارس المرمى ياسين بونو عندما يحل فريقه الوحدة غدا الثلاثاء ضيفا على الهلال في الدورة 16 من منافسات البطولة السعودية. وأعلن الجهاز الطبي في نادي الوحدة أن يميق يعاني من إصابة في العضلة الخلفية يحتاج على إثرها لبرنامج علاجي يمتد ل5 أيام. النصير وجد مفتاح أهدافه وأرقامه القياسية. بوصوله إلى الهدف العاشر في بطولة تركيا يكون الدولي يوسف النصيري قد اقترب من صدارة هداف تركيا التي يتصدرها الهداف البولوني بياتيك مهاجم بشاكشير ب13 هدفا، منها ضربة جزاء، متبوعا بسيمون بانزا الكونغولي هداف فريق طرابزونسبور ب12 هدفا، منها 5 ضربات الجزاء، بينما يحل أوسمن النيجيري هداف غلطة سيراي ب11 هدفا، منها 4 ضربات الجزاء.
فيما يتساوى يوسف النصيري مع زميله في الفريق البوسني دازيكو صاحب 10 أهداف منها 2 ضربتي جواء، بينما سجل النصيري 10 أهداف من دون ضربات الجزاء، ما يؤهله لأن يكون ضمنيا هو ثاني الهدافين. وبعيدا عن هذه الأرقام التي بدا فيها النصيري منفتحا على إيقاع البطولة، فقد كسر بالفعل سعار الأنصار والمحللين التركيين الذي بادروا في أكثر من موقف لانتقاد النصيري ومطالبة المسؤولين برحيله، دون أن يكون لذلك تأثير على مدربه مورينو الذي كان مؤمنا بقدرات لاعبه وتحفيزه من دون أن ينصت لأي كان، وهو ما أشر فعلا على انطلاقته الفعلية من أكتوبر إلى اليوم، مجسدا روح المبادرة وتكسير عقدة الوصول إلى المرمى والتركيز جيدا على الفرص دون إهدارها، إلا نادرا مما أعطاه شرعية الوصول إلى 16 هدفا من 20 مباراة الأخيرة. وأكثر من ذلك، وجد النصيري مفعوله من صناعة الأهداف التي تغدى بها من مجموعة من اللاعبين في الأروقة أو الوسط الهجومي، أمثال التركي توسون والسربي كوستيليش والسربي تاديتش الأقوى تناغما مع النصيري ب4 تمريرات حاسمة في البطولة. وهذه الأرقام هي التي منحت للنصيري تفاعلا مع الأجناس الأخرى، لغة وتعبيرا وتناغما كرويا فرضه الوقت وزمن الانسجام. وقلناها لأكثر من مرة، عندما يجد النصيري وغيره من القناصين المغاربة الكعبي ورحيمي وأكمان أدمغة الأروقة والوسط الهجومي في التمريرات الحاسمة وصناعة الفرص، فأكيد أن الأهداف ستصل للكل. والنصيري اليوم قطع الشك حتى بتركيا، وأسكت عليه الأفواه لأنه أوصل إليه من رسائل، وسيواصل الرحلة إلى الفصل الثاني من الموسم الكروي الحالي. هذه هي أرقام النصيري العامة في 28 مباراة، سجل 14 هدفا و5 تمريرات حاسمة. في البطولة 19 مباراة سجل فيها 10 أهداف وصنع 3 أهداف في أوروبا ليج، 6 مباريات سجل فيها 3 أهداف إقصائيات. عصابة الأبطال لعبوا مباراتين، كأس تركيا لعبوا مباراة وسجلوا هدفا في 20 مباراة الأخيرة من 15 أكتوبر إلى اليوم. سجل 16 هدفا مع الأسود، 3 أهداف. أفريقيا الوسطى الغابون ليسوتو مع فنبربخشة في 12 مباراة عن البطولة، سجل 9 أهداف منها 3 ثنائيات ضد باشاكشهير وهاتاي سبور وضينة سبيور. في مسابقة أوروبا ليج سجل 3 أهداف، في كأس تركيا هدف واحد. أوناحي يحدث رجة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم إبعاد الدولي المغربي عز الدين أوناحي إمس من مباراة الديربي مع فريقه باناثينايكوس أمام أيك أثينا التي حسمت لفائدة زملاء أوناحي بهدف نظيف لحساب الدورة 19 من البطولة اليونانية بسبب مشكلة في الظهر. وبحسب المعلومات الواردة من تقرير موقع كلوبر، فإن لاعب الوسط المغربي لا يشعر بحالة جيدة، واستبعده روي فيتوريا من المباراة الحاسمة. إلا أن الغريب في الأمر، تقول المصادر، إن أوناحي يمر بمرحلة تعافي للتغلب على المشكلة، ولكن في إكس يوجد فيديو للاعب باناثينايكوس وهو يلعب المضرب مع أصدقائه، وقد تحول الأمر إلى كارثة. بينما تشهد مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل حادة اتجاه المغربي، حيث خرجت عشرات التعليقات ساخرة، أبدى عدد كبير من جماهير باناثينايكوس غضبهم اتجاه الإدارة واللاعب، لأنه في نفس الوقت هناك سيناريوهات انتقال إلى السعودية للاعب المغربي. باريس تتنفس الصعداء بعودة حكيمي. يستعد باريس سان جيرمان لخوض مباراة حاسمة ومصيرية يوم الأربعاء المقبل في الجولة قبل الأخيرة من مراحل التصفيات المؤهلة لعصبة أبطال أوروبا، عندما يستضيف مانشستر سيتي الذي يبدو أنه عاد إلى مستواه بعد فترة أكثر من معقدة. وسيتعين على فريق لويس إنريكي الذي يحتل المركز 25 في الترتيب الفوز على ملعب بارك دي برانس. وقبل يومين من المواجهة المرتقبة، تلقى مدرب باريس سان جيرمان خبرا سعيدا، إذ سيكون بإمكانه الاعتماد على الثلاثي عثمان ديمبيلي وأشرف حكيمي وماركينيوس. وكان القادة الثلاثة قد غابوا عن المباراة الأخيرة للفريق الباريسي بملعب لانس السبت الماضي، وقال إذاعة راديو مونتي كارلو أن الثلاثة سيكونون حاضرين لتحدي الفريق السماوي. بعد إصابته بالأنفلونزا سيعود ديمبيلي للوقوف على قدميه في الوقت المناسب، ولا يزال حضوره في التدريبات يوم الاثنين غير محدد. أما بالنسبة لماركينيوس وحكيمي، فإن البرازيلي تعافى من الانزعاج الذي شعر به في العضلة الضامة، في حين تم استبعاد الدولي المغربي أشرف حكيمي من مباراة لانس على سبيل الاحتياط وعدم المجازفة. مزراوي يحذر من قوة حمزة إكمان. يستقبل مانشستر يونايتد الإنجليزي غريمه الأسكتلندي غلاسكو رينجرز يوم الخميس المقبل في أولد ترافورد لخوض مباراة الجولة 7 من منافسات أوروبا ليج.
ويدرك نصير مزراوي ظهير يونايتد الخطورة التي يمكن أن يشكلها مهاجم رينجرز حمزة إكمان على فريقه خلال هذه المباراة، لذلك وجه تحذيرا لزملائه بشأن هذا التهديد. كما يدرك مزراوي أهمية إيقاف إكمان خلال مباراة الخميس، والذي يعتبر مهمة إيقافه تحديا صعبا. وقال مدافع مانشستر يونايتد لصحيفة ديلي ريكورد: يتحدث الناس في المغرب عن أهداف إكمان في اسكتلندا، ليس من السهل أن تسجل في بطولة جيدة، لذا فهذا يظهر أنه يعمل بشكل جيد جدا مع رينجرز. وأضاف: لن يكون من غير المعتاد أن يصل إلى المنتخب الوطني، لكن من الواضح أن هذا هو اختيار المدرب. وتابع: إيقاف إكمان هو أحد التحديات التي سنواجهها، لقد كان ممتازا مع رينجرز، وسيتعين على مدافعين الانتباه إليه وعدم منحه مساحة في منطقة الجزاء، سيكون هذا مهما حقا. إبراهيم ميباي يوقع عقده الاحترافي الأول مع باريس سان جيرمان. توصل نادي باريس سان جيرمان والشاب إبراهيم ميباي ذي الأصول السنغالية والمغربية والجنسية الفرنسية إلى اتفاق لتوقيع أول عقد احترافي له، ومن المقرر أن يتم التوقيع خلال الساعات القليلة المقبلة لعقده الاحترافي الأول لمدة 3 سنوات مع عام اختياري مع نادي العاصمة خلال الساعات المقبلة، بعد أن توصلت كافة الأطراف إلى اتفاق كامل. وشارك المهاجم البالغ من العمر 16 عاما لأول مرة هذا الموسم مع فريق لويس إنريكي، بل وبدأ أيضا في اليوم الأول من البطولة الفرنسية أمام لوهافر 4-1 16 غشت الماضي. وتحدث المدرب الإسباني لويس إنريكي عن مواصفات اللاعب قائلا: إبراهيم صغير جدا، لكنه يتدرب معنا منذ البداية. هذه الحياة اليومية مع الأفضل هي مدرسة فريدة من نوعها، لديه القدرة على مساعدتنا من هذا الموسم فصاعدا، وسوف يكون في المجموعة غالبا. ومن المتوقع أن يعلن النادي عن هذه المعلومة رسميا في أقرب وقت، وبالتالي تعزيز مستقبل إبراهيم ميباي داخل النادي الباريسي. الكعبي يصنع التاريخ كلما سجل. كلما وصل الدولي أيوب الكعبي هز الشباك، إلا وكتب التاريخ مع أولمبياكوس، فبعد أن فاز أمس ب2-1 بعقر دار أتروميتوس في الدورة 19 من البطولة اليونانية الممتازة، وبعد أن وجد طريقه إلى الشباك مجددا بتسجيله هدفه الثاني في عام 2025، يكون الدولي أيوب الكعبي قد وصل إلى رقم قياسي موقعا 50 هدفا مع أولمبياكوس في 78 مباراة في جميع المسابقات، موزعة ب30 هدفا في البطولة اليونانية و20 هدفا في كأس أوروبا، وب50 هدفا تقدم إلى المركز 33 في لائحة هداف أولمبياكوس في تاريخه الممتد ل100 عام. والتحدي المقبل هو الوصول إلى رقم كوتريدس 55 في المركز 32. أما دخوله قائمة 30 الأوائل فيتعين عليه تجاوز 657. وب30 هدفا في البطولة يتساوى الكعبي مع نيري كاستيلو وبامبولي بابادوبولوس في المركز 30 في ترتيب هداف أولمبياكوس. جماهير ليستر تهاجم فان نيستلروي بسبب الخنوس. يحاول رود فان نيستلروي أن يهدئ من غضب الجماهير في ليستر سيتي، ويبرر السبب الذي دفعه إلى تغيير الدولي المغربي خلال المباراة التي خسرها أمام فولهام 0-2 يوم السبت الماضي. وتعرض فان نيستلروي لإصاحات الجماهير في الملعب عندما قام بتغيير الخنوس خلال هذه المباراة في الدقيقة 68، كما تعرض لانتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المدرب الهولندي وفقا لموقع ليسترشير لايف: لقد لاحظت ذلك، صيحات الاستهجان لاستبدال الخنوس. لا بأس، عليك أن تتقبل ذلك وأنا أقبله. أقوم بإجراء تغييرات للتأثير على المباراة، يمكن أن يكون ذلك في مناطق مختلفة. وأضاف: لأن الجماهير تهتف ضد استبدالي مرة واحدة، فهذا لا يعني أنني مضطر لشرح كل الأسباب وراء هذا الاستبدال. ليس من حق الجمهور أن يعرف ذلك. وتابع: التبديل يعني احتراما للاعبين الذين يشاركون، إنهم أعضاء قيمون في الفريق ويستحقون الدقائق لمساعدة هذا الفريق أيضا. الأمر لا يتعلق بشخص واحد في هذا الفريق وفي هذا التشكيل، هذا واضح جدا بالنسبة لي. وأصبح الخنوس نجما ولاعبا مشهورا في ملعب كينج باور منذ انضمامه للنادي في الصيف الماضي مقابل 21 مليون جنيه استرليني. إكمان يقدم البرهان وينثر سحره مع رينجرز الإسكتلندي. يدرك مدرب رينجرز الإسكتلندي فيليب كليمنت بأن المهاجم المغربي حمزة إكمان بإمكانه أن يتطور أكثر رفقة فريقه الحالي قبل الانتقال للعب في مستويات أعلى في الفترة المقبلة.
وفي حديثه مع BBC أكد ربان رينجرز بأن مسؤولي فريقه تلقوا العديد من الانتقادات بسبب جلب المهاجم المغربي قبل أن يظهر أنه صفقة ناجحة لن يتم التخلي عنها بشكل سهل، لغاية أن تكون بمبدأ رابح رابح، يعني فريق رينجرز واللاعب في نفس الوقت. إكمان الذي شارك في 25 مباراة مع رينجرز هذا الموسم سجل فيها 13 هدفاً، 9 منها في البطولة الإسكتلندية و4 في الأوروليج، يعتبر في الوقت الحالي الدجاجة التي ستبيض لفريقه. وإدارة رينجرز ستحرص على التريث في بيعه خاصة، وأنها تدرك بأن مستواه قابل للتطور مستقبلاً. الحسين عموتة: لن نذهب إلى دبي للسياحة. وتابع: كما أننا لدينا عدد من الإصابات للاعبين مثل عمر التراوري ومحمد العطاس ومحمد ربيع، ولكننا تعودنا على هذه الغيابات وسندفع بالجاهزين أمام شباب الأهلي. ووجه رسالة إلى جماهير الجزيرة بقوله: لاحظنا حضورا جماهيريا جيدا في الأسابيع الأخيرة، ونعدهم بتقديم مباراة جيدة على المستويين الذهني والبدني، والعودة من دبي بنتيجة إيجابية. أكد الإطار التقني المغربي الحسين عموتة مدرب الجزيرة الإماراتي أنه لا توجد مباراة سهلة في البطولة الإماراتية للمحترفين، خاصة إذا كانت أمام شباب الأهلي وخارج أبو ظبي، مشيرا إلى أن المنافس مستقر تقنيا منذ سنوات. وأضاف أن الجزيرة تحضر بشكل جيد للقاء المقرر غدا الثلاثاء في الدورة 13 من البطولة الإماراتية للمحترفين، وأن اللاعبين مطالبين فقط بتفادي بعض الهفوات الصغيرة. وقال المدرب المغربي في المؤتمر الصحفي التقديمي: علينا التركيز بشكل كبير على خوض المباراة بروح معنوية عالية وإظهار إرادة فردية وجماعية داخل الملعب، وأننا لم نأتي إلى دبي للسياحة ولكن للعودة بالفوز. وأوضح: لدينا إمكانيات لتقديم مباراة جيدة، على الرغم أننا لم نوفق في بعض مبارياتنا ومنها الأخيرة أمام الوحدة بسبب بعض الجزئيات الصغيرة. كوينز يريد شاعر لموسم إضافي. ينتهي عقد إلياس شاعر مع فريقه كوينز بارك رينجرز مع نهاية شهر يونيو المقبل، وقد دخل حاليا الفترة الحرة، وبات بمقدوره التفاوض مع فريق آخر يرغب في أن يضمه لصفوفه في الموسم المقبل، لكن يبدو أنه سيبقى لموسم إضافي مع فريقه الحالي. وتؤكد تقارير إعلامية بريطانية أن إدارة كوينز ستعمل على تفعيل البند الوارد في عقد الدولي المغربي، والذي ينص على تمديده لموسم إضافي، وذلك بعدما استعاد توهجه في المباريات الأخيرة ومنح فريقه 4 تمريرات حاسمة خلال المباريات ال6 الأخيرة. وغاب شاعر عن 13 مباراة في بطولة تشامبيونشيب هذا الموسم خلال 28 جولة خاضها الفريق حتى الآن بسبب كثرة الإصابات، لكن بعد عودته بات لاعبا مؤثرا وحاسما في صفوف فريقه. ولعب شاعر لكوينز بارك رينجرز أكثر من 250 مباراة منذ انضمامه لصفوفه في يوليوز من عام 2018، وكان على وشك أن ينضم لنادي ليدز يونايتد في الصيف الماضي، لكن المفاوضات بين الأطراف المعنية لم تسفر عن نتيجة مرضية ليستمر مع فريقه الحالي حتى إشعار آخر. من فضلك ادعمنا بلايك واشتراك، ولا تنسى آراءك في التعليقات. إلى اللقاء.